السلام عليكم متابعين الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتكلم عن مشروع تهيئة كورنيش أكادير وإعادة تأهيل إنارته العمومية وتأهيل كل من شارع 20 غشت وشارع واد سوس وإعادة تهيئة حديقة بلفيدير. للتعرف على تفاصيل تقدم أشغال هذه المشاريع تابع الفيديو للآخر، ولا تبخلوا علينا باشتراك في القناة ودعمنا باللايك وتعليق، فتعاليقكم تحفزنا. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي موضوع جديد. اليوم جينا للقلب النابض ديال أكادير، السونتر ديالو أو لاكوت كما معروفة في أكادير. عندنا فيه بزاف ديال المشاريع اللي غنهضروا عليها اليوم. كاينه تهيئة ديال الكورنيش، وكاينه إعادة تهيئة ديال كل من شارع واد سوس وشارع 20 غشت. اليوم غنشوفوا الحديقة ديال بلفيدير اللي كيتم إعادة التهيئة ديالها، واللي عطاوها 10 ديال الشهور من التهيئة خاصها تسالي، يعني غتسالي الصيف المقبل إن شاء الله. كما كتشوفوا الأشغال غادة تبارك الله. تم إنشاء ممرات الراجلين ومساحات خضراء كما كتشوفوا. الأشغال ها هي غادة هنا، الناس تيزرعوا في الغازو. صراحة شي مشاريع اللي كتقوي السياحة في أكادير، حيت هذا هو القلب النابض ديال أكادير كما كتشوفوا. الناس خدامين، ما عرفت واش غيبان لكم ولا لا. هما الممرات الخاصة بالراجلين. التي نصور لكم ممر داخل الحديقة. ها هو الشجير راه غادا هنا، راه تزرع النباتات، الغطاء النباتي ديالها كامل ساق من أجل إتمام الأشغال في هذا المشروع السياحي بامتياز اللي كيتواجد في منطقة سياحية قريبة للبحر. وتم إعادة تهيئة الإنارة العمومية سواء داخل حديقة بلفيدير أو في الشوارع المحيطة بها. كما كتشوفوا جميع الأعمدة كتعتمد على الطاقة الشمسية، وهذا الشيء كيندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر للحفاظ على البيئة ونهج سياسية التنمية المستدامة. هاي الإنارة ديال الجردة، نتمنى تبان لكم مزيان. هذا واحد ممر ديال الراجلين. هذا هو التكملة ديال الحديقة. هادو هما الدروج فاش غتهبط من الشارع الرئيسي محمد الخامس. وهذه هي الجردة ديال بلفيدير. ممرات الراجلين كما كتشوفوا ها هما. يعني الحديقة فيها واحد النوع ديال التقدم في الأشغال. المهم انتم كتشوفوا التقدم ديال الأشغال في الحديقة، وغنهبطوا ان شاء الله نشوفوا الممر ديال توادة او اغارس نتوادة بالشلحة اللي كاين اونفاس مع في الكورنيش، اونفاس مع البحر. غنشوفوه حتى هو غيتم اعاده التهيئه ديالو، والكورنيش كامل غيتم اعاده التهيئه ديال الاناره العموميه ديالو. ما عرفت صراحه امتى غيبداو في اعاده تاهيل الكورنيش كامل، حيت غيكون بواحد ديزاين جديد، ولكن شي اخبار يعني رسميه مازال ما كاينه. تبارك الله أكادير بدات فيها تبحر، دخل الصيف، بزاف ديال الناس هبطوا للبحر.
كما كتشوفوا هادشي كامل غيتعاود. راه تركبوا انارات عموميه جديده بالواح شمسيه. وها هو ممر توادا تا هو غيتعاود كامل كما كتشوفوا. حيدوا ليه داك الرخام كامل باش يتعاود. ما صراحة شي حاجة كتشرفنا حنا ناس أكادير أنه هاد المشاريع كاملة تبارك الله كاينة في المدينة ديالنا. البحر تبارك الله عامر، يعني أكادير كيكون السباقين في المدن أنه كيفتح البحور ديال الناس، وكيكون يعني آخر مدينة كيتبحروا فيها الناس بسبب الجو المعتدل اللي كيكون فيها طول السنة. الناس ديال السوف راه يعرفوا هذا الشيء. المهم الاخوان حنا غنكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى ما يكونش الفيديو طويل ويكون مفيد ونقل لكم الصورة بشكل مفصل. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروني اللايك والاشتراك في القناة باش تدعمونا على صنع المزيد ان شاء الله.